تعالوا نعمل مع بعض النهاردة صينية قرنبيط بطريقة جميلة جدا، وممكن نعملها بنوعين مختلفين من اللحمة. بجد روعة. اتمنى منكم بجد تجربوها. يلا مع بعض نشوف الطريقة ونشوف المقادير هتكون ايه. انا معايا هنا قرنبيطة في الخليج يعني زهرة. معايا هنا قرنبيطة صغيرة نضفتها وقطعتها تقطيع الزهرة صغير جدا، وغسلتها غسل كويس جدا. وبعدين هحط معاها حزمة من البقدونس وحزمة من الشبت زي ما احنا شايفين كده، مقطعاهم تقطيع ناعم. وبقلب الخليط ده كله كويس جدا مع بعضه. طبعا الخليط ده كله كمان هضيف عليه بطاطستين كبار متقطعين تقطيع صغير جدا زي ما احنا شايفين. اللي حابب يحط بطاطس يحطها، واللي مش حابب براحته، يعني مفيش اي مشكله خالص. وهحط معاهم مكعب من مرقه الدجاج زي ما احنا شايفين كده. وهحط كمان معاهم معلقه كبيره من الملح ومعلقه صغيره من الفلفل الاسمر. واقلب الخليط ده كله تقليب كويس جدا. بعد كده هعمل بقى العصاج نفسه اللي هيتحط فيها اللحمه زي ما قلنا. بصلايه كبيره خالص ومتقطعه تقطيع ناعم او بصلتين صغيرين، وهحط معاهم معلقتين كبار من الزيت، وهنزل معاهم بنص كيلو من اللحمه المفرومه. ممكن في الخطوه دي اللي انا بقول لكم ممكن نستعمل نوعين مختلفين. ممكن نستعمل اللحمه المفرومه دي، وممكن نستعمل اللحمه نفسها نعملها مكعبات صغيره جدا ونعملها بنفس الطريقه. بتبقى روعه بجد، الطريقتين في منتهى الجمال، احلى من بعض. بعد كده بقى بضيف على اللحمه المفرومه ايه بقى؟ الملح، التوابل بتاعتها، والفلفل الاسمر زي ما احنا شايفين كده. ما بكترش التوابل قوي عليها. بس نسيت اقول لكم بالنسبه للتوابل اللي حطيناها على القرنبيط، انا حطيت معاهم كمان كمون، معلقه كبيره من الكمون. هنا بعد ما اتعصجت خلاص وحطيت التوابل بتاعتها، بنزل باربع معالق 5 معالق من الصلصه. ممكن ما يقرب من ربع برطمان صلصه عشان نبقى عارفين يعني محددين. ربع برطمان صلصه او اكتر شويه. بسيبها تتسبك التسبيكه الحلوه اللي انتوا شايفينها دي. وبعد كده بقى نبدا خطواتنا. ايه الخطوات بتاعتنا؟ بنجيب صينيه، بحط الخليط اللي قلبته كله مع بعض، القرنبيط بالخضره بالتوابل بكل حاجه. بعد كده هنزل عليهم بالعصاج اللي انا عملته. بضيف على العصاج ده بالظبط كوبايه ميه صغيره، ما بتزيدش عن كده، لان القرنبيط نفسه هينزل الميه ويشرب ده كله. باخد كل الخلطه دي بقلبها كويس جدا، وادخلها على فرن درجة حرارة 250 أو 300، وبسيبها بقى تستوي براحتها بقى. وما اقولكوش بقى على الجمال والريحة بتاعتها. وبتاخد منظر جميل بقى تحت الشواية كده 5 دقايق في منتهى الجمال. بعد ما بتخرج ده الجمال بتاعها. وما اقولكوش بقى بتتاكل سخنة في منتهى الجمال، سواء كان باللحمة المفرومة أو سواء كان بمكعبات اللحمة. اتمنى منكم بجد تجربوها، تقولوا رأيكم ايه. متنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة.